السلام عليكم. معاكم كرم وهذه قناتي جيمرية. اليوم شرحنا عن التحديث الأخير لبرنامج تيك توك لايف ستوديو. طبعا التحديث يحتوي على ميزتين جدا مهمات، ميزات اثنين مهمات. الميزة الأولى اللي هي تقدر تبث بالوضع الأفقي والعمودي بنفس الوقت، مع إمكانية تدوير الشاشة بالنسبة للمتابع. يعني إذا كنت فاتح بث على طول الشاشة بالوضع الأفقي، المتابع راح يكون عنده خيار تدوير الشاشة. إذا يدور الشاشة راح تكون الصورة كاملة على عرض الشاشة. الميزة الثانية اللي هي حقيبة المال. شلون نقدر نستفاد من حقيبة المال؟ شلون نحفز المتابعين أو نوزع هدايا عشوائية للمتابعين، أو بمقابل مثلا إما شيرات أو تعليق معين هم يكتبوه. راح نتكلم عن هذه المواضيع بعد الفاصل. احنا نروح فاصل وانتوا اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، خلوا لايك، علقوا. طبعا كنت اتوقع نوصل 1000 متابع قبل نهاية السنة، بس ظاهر بعيدة ما راح نوصل. نروح فاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم. طبعا بعد ما فتحنا لايف ستوديو نجي هنا على الوضع الأفقي، راح نلقى اكو خيار جديد اللي هو وضع التوافق. نختار وضع التوافق، انتظر شوي بين ما يحول. طبعا راح يطلع لك هنا سورسات هواية، انت تمسحها تنظفها كلها. انا نظفتها كلها مسبقا. خلي بس الصورة حتى لا تكون عندنا شاشة سوداء، او تريد تمسح الصورة بكيفك. بعد ما نظفناها، لو نجي هنا راح نلقى مكتوب مشاهد أفقية، وهنا مشاهد رأسية. الأفقية يعني هذه اللي هي بالعرض، والمشاهد الرأسية اللي هي العمودية. طيب إذا اجينا على مشاهد أفقية نضغط إضافة مصدر. خليني اختار جيم كابتشر، اختار اللعبة. هنا هاي اختاريت اللعبة اللي أنا فاتحها حاليا. هنا اختاريت هاي اللعبة واختاريت هذه اللعبة. خليني ارفعها فوق الصورة هنا حتى تبين عندي. مثل ما تشوف هنا صورة كاملة وهنا صورة بشكل عمودي. لو اجي اسحب هذه، خليني اكبرها على كبر الشاشة بهذا الشكل، واجي اختار هنا اخليها بالوسط واكبرها. راح تكون عندي هنا صورة كاملة بشكل افقي، وهنا صورة كاملة بشكل عمودي، هنا بالطول وهنا بالعرض. طيب بعدها انت تقدر هنا تضيف السورسات اللي عندك، مثلا تضيف روابط حالها حال البث العادي. الفرق هنا اللي راح يكون انه لما تجي تفتح بث بهذه الوضعية راح يطلع له خيار المتابع، خيار علامة التدوير، يقدر يدور الشاشة. اذا دور الشاشة راح تكون عنده هذه السكرين راح تكون مفتوحة عند المتابع بالبث. اذا ما دور الشاشة راح تبقى عنده السكرين بهذا الشكل، بشكل العمودي. طبعا اكو ناس تختارها تخليها يعني بهذا الوضع او بهذا الشكل، واكو ناس لا، يقول لك اني ابقي هذه مثل ما هي، خليني اسوي لها ريسايز ارجعها مثل ما هي. اكو ناس يقول لك لا، اني ابقيها بهذا الشكل، خليها يعني ما اكبرها. بس ايش راح اسوي؟ اجي على المشاهد الرأسية، إضافة مصدر، بعدها نص، يكتب خلي نص هنا، تكتب مثلا أهلا بكم، أي شيء، أهلا بكم مثلا. وين صارت الكلمة صارت هنا. خليني أخليها بالوسط، أسحبها. لو اجينا خليناها هنا راح تكون عندنا السكرين بهذا الشكل، واكو كتابة بهذا الشكل فوق او جوا، او تقدر تخلي صورة هنا جوا فوق كيفك، مع ميزة تدوير الشاشة. اذا دور الشاشة راح تكبر عنده الصورة، اذا ما دور الشاشة راح تبقى عنده بالشكل الافقي هذا او العمودي العفو. هذا كل ما يخص وضع التوافق. تقدر انت كيفك يعني
عندك هواية خيارات، تقدر تخلي صور، فيديو، صور متحركة، تقدر تخلي النوتيفيكيشن تقدر تخليه هنا فوق، جو، تكبر الصورة بالطول على طول الشاشة، كيفك، عندك هواية خيارات. باقي عندنا الميزة الثانية اللي هي لازم نفتح بث. خليني افتح بث حتى تفتح لنا الميزات اللي الباقي يعني. هنا خلينا نختار اسم اللعبة Days Gone، راح افتح بث تجريبي Go Live. طيب بعد ما فتحنا بث راح يتفاعل عندنا الخيار اللي هو حقيبة العملات. حقيبة العملات لو نجي نضغط عليها، على حقيبة العملات، تظهرها بين ما تفتح. هنا فتحت عندنا حقيبة العملات. أول شيء عندنا إجمالي العملات، إيش قد تريد عدد العملات اللي تريد تنطيها للمتابعين. على سبيل المثال خلينا نقول 10 عملات. طيب الفائزون هنا يمكنك تعيين حد أقصى للمشاهدين الذين سيحصلون على العملات، يعني تحدد عدد الأشخاص اللي راح يحصلون عملات، شخص واحد أو 5 أشخاص أو 10 أشخاص، أنت تحددها. هذول الأشخاص راح يحصلون عملات من أصل 10 عملات اللي حددتها أنت. طيب عندنا هنا إرسال تعليق. إذا خليناها إرسال تعليق راح نحدد تعليق معين إذا يكتب الشخص، مثلا أي شيء نكتب، مثلا إذا كتب أهلا، مثلا إذا كتب أهلا، أو إذا كتب مثلا كبسوا. إذا شخص كتب كبسوا راح تجي عملات من أصل 10 هنا حددناها بالحقيبة العملات. طيب شنو عندنا هنا؟ العد التنازلي. تريد العد التنازلي دقيقة، دقيقتين، 3 دقائق، 4 لحد 10 دقائق. الخيار الثاني اللي عندنا إذا ما نريد تكون تعليقات، نختار مثلا مشاركة هذا البث. تقول مثلا للمتابعين اللي عندك يا ربع راح أبدي عد تنازلي، مدة هذا العد التنازلي 5 دقائق. اللي شارك البث خلال هاي ال5 دقائق راح يدخل قرعة عندنا، راح يدخل قرعة بالبث يحصل على عملة واحدة مثلا. الخيار الثالث لا توجد متطلبات، يعني راح يكون توزيع عشوائي للناس اللي بالبث عندك. راح يبدأ عد تنازلي هنا، بعد ما ينتهي العد التنازلي كل شخص بالبث، يعني 10 أشخاص راح يتم اختيارهم عشوائيا بالبث. هذا تبقى أنت وشطارتك، أنت والسيناريوهات اللي ترتبها بالبث مالتك. فهذا كل ما يخص حقيبة العملات. بعد ما تكمل دوس إرسال راح تنزل عندك بالبث. لهنا نكون وصلنا لنهاية شرحنا لهذا اليوم. أتمنى إذا استفدتم من الشرح تشتركون بالقناة، تفعلون زر الجرس، وتخلون لايك، وتشاركون الفيديو لأصدقائكم. نلتقيكم بفيديو جديد، مع السلامة.